اهلا. انا متاكد ان البوتاجاز مفتوح. لا لا لا، انا فاكر ان انا قفلته. هو ممكن يكون كان بيسرب غاز بقاله فتره. الشقه نار، الجيران، مستقبل، حياه، ضياع. حسام من ساعه ما دخل الميتنج روم وهو عينيه ما اتشالتش من على لون بدله مديره اللي كان قاعد بيتكلم بمنتهى الجديه في الاجتماع. حسام مسك تليفونه وحاول يصور صورتين تلاتة ودخل على الواتساب يشيرهم مع مجدي وهو بيتريق. بس حسام لما رفع عينه اتصدم، لانه لقى المدير بيبص في موبايله متعصب جدا ووشه جايب الوان. حسام من كتر ما اتصدم ده حسام من رعبه ما قدرش حتى يفتح الواتساب يتاكد هو بعت لمجدي ولا بعت للمدير. فبدل ما يشوف كده هو شاف شريط حياته بيعدي قدامه. شاف نفسه وهو بيتضرب في الميتنج روم، وشاف نفسه مطرود وبيشحت ومراته بتسيبه، وشاف نفسه بيجري تحت الكوبري من غير هدوم. حسام حرفيا كان بيموت. المفاجأة ان المدير كان بيبص في مسج تانية خالص جاياله من مراته بتقوله لو سمحت يا حبيبي هات لي فينو وانت جاي. حسام اصلا كان باعت رسالة لمجدي فعلا، والنت كان فاصل، فالرسالة حتى ما راحتش لمجدي ولا حتى راحت للمدير. حسام عاش تجربة موت كاملة بسبب سيناريو وهمي 100%. هو ده منتج النهاردة، الارهابي اللي عايش معاك في نفس الأوضة. سميته مخزن الدنيا، المكان اللي بنفضح فيه كل الكراكيب اللي بتسرق عمرنا. الحقيقة يا جماعة احنا في زمن الطيران بنسوق عربيات فيراري بمواتير توك توك. مخنا القديم مش مستحمل سرعة العصر اللي احنا عايشين فيه فبدأ يضرب ايرور. انا الفحيص، والنهاردة سحبت لكم الصندوق اللي بيكهرب بجد، المنتج اللي بيخليك تدفع تمن مصايب لسه ما حصلتش وممكن عمرها اصلا ما تحصل. فضوا دماغكم وركزوا في الفاتورة عشان اللي سحبته النهاردة مش مجرد شعور، دي عملية خطف. القلق هو نظام حماية لازم نحافظ عليه، ولا فيروس هيدمرنا ولازم نخلص منه؟ رحبوا معايا بأنيس اللي مش قادر يتكلم من الرعب. الله يخرب بيت القلق اللي مطلع لك حبوب في السن ده يا أنيس. يلا نبدأ. عشان تفهم ليه جسمك بيترعش لما مديرك يقولك عايزك في المكتب. زمان ايام جدك القديم كان عايش في بيئة الغلطة فيها بتكلفه حياته. ما كانوش بيهزروا الجماعة دول. عشان كده المخ البشري طور جزء صغير اسمه الاميجدلا او اللوزة الدماغية. لوزة وعايزك في المكتب. الجزء ده وظيفته حاجة واحدة بس، انه يكون بواب رخم. شغلة البواب ده انه يدور على اي خطر. مثلا سمعت صوت حركة في الشجر، البواب يصرخ ويقول اسد اجري. المصيبة اننا في 2026 الخطر ما بقاش اسد. الخطر بقى نظرة الناس ليك، كومنت سخيف، تأخير في الرد. بس مخك الغلبان ما بيفهمش الفرق. بالنسبة لمخك لحد الأيام دي تأخير الرد بيساوي هجوم أسد. فبيعمل إيه؟ بيضخ نفس كمية السموم الكورتيزول عشان يخليك تجري وانت أصلا قاعد مكانك ماسك التليفون مبتعملش أي حاجة. انت بتدمر جهازك العصبي بخناقة وهمية وجسمك بيتحول لساحة حرب ما فيهاش عدو غير نفسك. فبطلوا تقلقوا خالص خالص. بطلوا تقلقوا. طيب في انواع للقلق؟ بصراحه السوق مليان انواع وكلها ألعن من بعض. دور في جيوبك شوف شايل انهي نوع. يعني مثلا قلق الاداء العالي high functioning anxiety، ده اخطر نوع وبسميه المكنه اللي ما بتفصلش. الناس شايفاك ناجح منظم وبتضحك على طول، بس من جوه انت بتموت لو حد انتقدك. ده النوع اللي بيراجع الايميل 50 مره قبل ما يبعته عشان نجاحه اللي بيحركه الرعب من الفشل مش حاجه تانية. بتكون من بره مازنجر لكن من جوه عيل تايه برياله. وفي نوع قلق مخرج افلام الرعب The Horror Movie Director. ده النوع المبدع بقى. جوزك اتأخر نص ساعة، أكيد مات، عمل حادثة، دلوقتي بيغسلوه، طب هلبس اسود ولا كحلي في العزا؟ مخك بيألف ويصدق ويعيشك الدراما ويخليك تعيطي والراجل أصلا واقف بيشتري لب وسوداني. وخد ده بقى القلق الاجتماعي، ده سبوت لايت افكت. يكون كله سايب اللي وراه وقاعد بيراقبك انت بقى. هما ضحكوا ليه؟ بيبصوا على ايه؟ مشيتي صح؟ لبسي، البنطلون في حاجة من ورا. يا صديقي العزيز، الحقيقة اللي تصدمك انه محدش مهتم بيك اصلا. ناس ملبوخة في قلقها ومشاكلها، محدش فاضي يركز في الشراب الفردة وفردة اللي انت لابسه.
ده ممكن ما ياخدوش بالهم انت جيت ولا لا اصلا. طب ازاي تعرف ان السيستم بدأ يضرب وان القلق بدأ ياكل فيك؟ في حاجة اسمها الشلل التحليلي او الاناليسيس باراليسيس. عايز تشتري سماعة تقعد 3 شهور تتفرج على ريفيوهات وتقارن وفي الاخر ما بتشتريش حاجة عشان خايف يطلع فيها عيب. القلق بيخليك عاجز عن ان انت تاخد قرار تافه حتى. في حاجة تانية اسمها الميد نايت تورتشر او جلد الذات الليلي. الساعة 3 الفجر يا فاجر مخك يفضل يفتح في ملفات. فاكر لما قلت نكتة في 2008 ومحدش ضحك عليها؟ وتبدأ تتقلب في السرير كأنك على شواية. وفي الهروب للنوم ناب سكيبزم. عندك مشاكل ومذاكرة وشغل، الحل السحري هنام. مش عشان نعسان، عشان تفصل الفيشة وتهرب من الدوشة اللي في دماغك. ده انا هصدمك صدمة. انت عارف ان القلق مش مرض؟ القلق ده غرور. القلق معناه انك فاكر انك تقدر تسيطر على المستقبل، فاكر انك لو قعدت تفكر شوية هتمنع المصيبة انها تحصل. يا صديقي الفحيص، القلق عامل زي انك عمال بتدفع فوائد على قرض انت لسه اصلا ما خدتوش، فمعاليك بتتعذب مرتين، مرة في خيالك ومرة لما الواقع يحصل، ده اصلا لو حصل. عايز ترتاح؟ بطل تحاول تكون اكتر من انك انسان ومصر تتحكم في بكرة والعياذ بالله. هو بس بيسرق منك روقان النهارده. فنصيحة من الفحيص، وفر مجهودك لأن بكرة كده كده جاي إن شاء الله، فبلاش تستقبله وأنت جثة. القلق عامل زي الكرسي الهزاز، بيديلك إحساس بالحركة وإحساس إنك عمال بتعمل حاجة، بس في الحقيقة هو مش بيوديك في أي داهية. أنت عمال بتحفر مكانك بس. ابعتي الحلقة دي لواحدة صاحبتك راديو قلق ما بتفصلش، وقولي لها الفحيص بيسلم عليكي وبيقولك اهدي عشان الموتور ما يتحرقش. دي كانت مراجعتنا لمنتج القلق. فاكتبولي في الكومنتات ايه اغرب فيلم رعب ألفته في دماغك وطلع في الاخر فشوش. استعدوا واعملوا سبسكرايب عشان الصندوق اللي جاي ريحته شياطة. المنتج اللي بيخليك تبص لغيرك وتلطم على حظك، الخازوق اللي بنلبسه لنفسنا كل يوم واحنا بنقلب في التليفون، المقارنة. على فكرة يا عم أنيس، البالونة اللي جنبك منفوخة أكتر منك. معلش يا عم أنيس، سامحني، ما اقدرش اقعد معاك اكتر من كده. اصل انا ما اكرهش في حياتي اكتر من القلق والسبايسي. سلام يا عم انيس.